مهندس يوسف حسن بيقول لي لو الضغط على حساب التكلفة ومطلوب الضغط، ولكن الحساب في النهاية على خسارة المشروع هو عامل أساسي. إيه الاحتياطات اللي أنا ممكن أعملها؟ بص، هو ببساطة هو الضغط بيكلف زيادة. طب ما هو أنت لو ما كلفتش حتة زي دي في ضغط ممكن تتغرم فلوس، يبقى عندك غرامات تأخير بلس سمعة وثقة العميل، ودول مش حاجة صغيرة. وممكن يبقى في حاجة سياسية، حاجة ما ينفعش تتأخر، زي المدرسة اللي أنا قلت عليها، فصول لازم تخلص، ملعب ممكن نقعده شوية. الاحتياطات، أنت بتوزن الموضوع. سي يعني أنا هقول لكم مثال، بس مش عايز حد يعني يلجأ له. أنا هتغرم 10% في نهاية المشروع، لكن لو قعدت أضغط البنود هتكلف ولا 40% من، مش 10 بس. فأنا مصلحتي ما اضغطش. بنصحك تحسبها كويس، لأن أنت عندك indirect cost، وعندك ثقة للعميل ممكن تفقدك الشغل بعد كده، وعندك سمعة سيئة مش هتسيبك لفترة من الزمن، فممكن تأثر على معدلات شغلك بعد كده. النصيحة لا. طيب الاحتياطات انك تبقى عينك على الجدول الزمني باستمرار، دايما تشوف المشكلة بدري، دايما تتوقعها، تشتغل عليها، ما تغمضش عينك. يعني ايه؟ بلاش الجملة دي. احنا بس لما نوصل ربنا يسهل ان شاء الله، وهيحصل كل حاجة. ربنا ان شاء الله ييسر بتفكيرنا، ترتيبنا، تخطيطنا، وخبرتنا ان احنا نعدي دي. لكن من غير ما نفكر، ومن غير ما نستعد، ان شاء الله ربنا هيسهل. طبعا ان شاء الله ربنا يسهل، بس لازم نستعد شوية. كان ليا مقولة ظريفة، الله يرحمها جدتي، كانت بتقول لنا حاجة كده واحنا لسه صغيرين جدا. معناها ايه؟ كنا بنمتحن ونذاكر، فبنقول لها يا تيتا يعني ايه، يا ريت تدعي لنا. فكانت تقول لنا انتوا يا ريت تسندوا الدعاء بشويه مذاكره. هكرر الجمله تاني، يا ريت تسندوا الدعاء اللي هو من قلبها اكيد ليك بالنجاح والتوفيق بشويه مذاكره منك. هي لو دعيت لك وانت ما ذاكرتش، ايه النتيجه؟ مفيش نتيجه. مش عايز اقول النتيجه. اوكي. باشمهندس زياد، هو انا كنت محتاج اسال انا محتاج اتعرف سؤال. عليك الاول، بس انا والزملاء. طيب. آه، اهلا وسهلا، اتفضل. هو انا مهندس احمد العقاد، مهندس معماري، 2004. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. مجال الشغل ايه يا هندسه؟ كنت هسال بس سؤال. انا شغال في مكتب استشاري، استشاري ايه؟ مدير مشروع اهلا بيك، اتفضل. اتفضل يا باشمهندس. في مبنى. فهو كان بس حاجه كان بخصوص التايمنج اللي حضرتك بتقول عليها. هو انا المكتب الاستشاري مش المقاول، مم. ولكن حصل مشكله فعلا في التايمنج، والمقاول ما قدرش يحقق درجه المطلوب ويعوض المده اللي زادت. مم. حصل مشكله والمالك قال انه خلاص هيمشي المقاول، وخلاص هندخل مقاول جديد. مم. فكنت بس محتاج من حاجه هو الصوت افهم، بيقطع. هو ده كده حاجه عاديه؟ ازاي نعمل هاند اوفر؟ ازاي المقاول ده يمشي بالطريقه ديت؟ انا كنت حتى واقف مع المقاول كويس. آه. الو. ايوه سامعك، اتفضل دلوقتي، اتفضل. مسموع. اه. عايز صراحه هو المالك قرر يمشي المقاول. بس بشكل صعب، اللي هو في يومين يعني. فانا حتى كنت رغم ان انا الاستشاري، بس قلت للملك كده غلط، يعني مم. لازم يكون في طريقه نرتب بيها ازاي نقدر نستلم منه ونسلم من اول جديد والكلام ده يعني. مم. فقلت اسال حضرتك، الموضوع ممكن يوصل للطريقه ديت يعني، ان الوقت لما يتاخر معقوله توصل للشكل دوت؟ طيب حاجتين. اول حاجه، هو اكيد كان في مؤشرات للتاخير. يعني هو مش نام ايوه. صحي فجاه لقاه متاخر 3 اشهر. الثلاث اشهر لا لا دول لا لا لا، جو. هو اتاخر اكتر من 3 اشهر، جم... كل ما و... بيتاخر بيتبعت له جواب. حلو حلو. يعني انا شايف كمالك واستشاري ان المقاول هيتاخر.
لازم هنا الخبره تديني اول رؤيه. انا شايف، انا لا انا الاستشاري دلوقتي، المقاول ده عنده القدره ايوه. يكمل ويقوم تاني على رجليه، ولا هو واخد المشروع ونازل بيه البحر؟ دي اول حاجه. طب خلاص، انا لا. شايف انا تمام. شايف ان هو واخد المشروع ونازل بيه البحر، هيغرق يعني. لازم ابقى مرتب بدري. ايوه. يعني هو عايز يمشي المقاول ده ويجيب واحد تاني، هل هو رتب التاني؟ هل هو التاني رتبه ده بس من ضمن دخل؟ ايدينا احنا. ما ده ابسط حاجه، لازم المقاول التاني ده يدخل ويشوف ويعرف الموقع فيه ايه. لان هو عنده ما معناه موبيلايزيشن كده للرؤيه والفهم، مينيمم اسبوعين وممكن يزيدوا عن كده. يعرف احتياجاته وحاجته انا والله قلت كده و فعلا بالظبط. ايوه قلت مينيمم ده ده اسبوعين. ده ايوه بالظبط. ده ابسط حاجه. لا، اما هيحصل دروب، ايوه. قد يكون صحيح. المالك عامل حسابه على هذا الدروب بما انه ما قالكوش. اه. تمام. لازم يحصل تسليم وتسلم، لازم يحصل موقف تنفيذي عشان حقوق حتى الراجل اللي هيمشي. علشان تعرف تحاسب الراجل الجديد، لازم اه تديله كمان. كيس، موقف تنفيذي واضح، ماشي، يقدر يبتدي منه. صحيح. ايوه زي تمام. ازبل بتعمل زي ازبل كده. ايوه. خلاص، لا، اثبت وموقف تنفيذي ومنفذ ايه ومشون ايه واخر مستخلصاته ارقامها كام، وليه حقوق متبقيه بنسب ولا لا، ولو مشي في الحاله دي هياخدها ولا لا، الغرامات اللي عليه هتقضي هذه النسب ولا هنكمل في اجراءات فض عقد او فض نزاع، هيتعمل ازاي طبقا للعقد. ايوه. لا، موال كبير. مش من الافضل اطلاقا. يعني هو حل، احيانا احنا بنضطر لهذا الحل، لكن هو مش الحل المفضل، مش الحل المثالي. بالعكس، هو اكيد. هيخلق مشاكل ايوه زي ما للمالك قلنا كده. وللاستشاري. ودي المشكله صحيح. اللي ده احيانا بتطلع ايه، ان ايوه. ان ما حصلش كواليفيكيشن او ما حصلش تقدير للكواليفيكيشن الاول في اختياره. احيانا بنبص للسعر بس، لكن اختيار المقاول بخبرته هل يقدر على هذا العمل ولا لا. يعني هو ممكن يكون كويس في عمل مختلف او في عمل اقل حجما من ده، الا بقى لو حصلت يعني حاجه قويه، ظروف خارجه بقى اللي احنا نسميها ممكن فورس ماجير، اللي ممكن دلوقتي تتصنف لو الشغل في مصر سعر دولار غلاء، قوانين كتيره ممكن تؤدي الى ان حاجات المقاول سياديه. ده، ايوه. ده الى حد كبير حاجات سياديه. ده تغيير سعر لازم، صرف او ده وقود. لازم بقى يقعدوا سوا ويحلوا الموضوع. لو ما قعدش المالك هنا والمالك هنا، الراس الاثنين الكبار، اه. مش هتتحل الموضوع. يعني مع احترامي ليك، انت كاستشاري في الحاله دي مش هتعرف تحل، انها عايزه قرار. لما هو ده اللي انا قلت لهم فعلا كده، قلت لهم الموضوع مش في ايدينا احنا. ايوه ده حقيقه فعلا. لا هو انا كنت بستوصف من حضرتك ان الموضوع وصل، يعني باكد على كلام حضرتك ان الموضوع وصل لدرجه الاستبعاد. يعني المساله كانت التاخير ده فعلا حاجه مهمه، ولازم المقاول يتدارك ده بشكل دوري يعني. لا، ممكن يحصل استبعاد، واللي احسن من كده ان انت تخليه بارشال يعني، بس لازم تبقى ايه، برضه مسيطر على الموضوع، ما تمشيهوش من كل حاجه. ممكن تعمل له ما يفيد او ما معناه اوميشن او دي سكوب، وتدخل معاه حد تاني اثناء وجوده حتى لو هتمشيه بالتدريج. طبعا هو لكل مشروع ظروفه، يعني ممكن يكون رأيي ده لا يصلح عندك، لكن القطع الفجائي ده ما بيبقاش، يعني بياخد فترة عقبال ما يحصل نوع من التوافق تاني ويفهم الدنيا ماشية ازاي وانت تعرفه وهو يعرفك، يعني هياخد وقت يعني. طيب، هو في ناس كتير كتبت على الشات كده، خلينا ابص عليها سريعا. هي التكلفة هتكون العامل الرئيسي، يعني هو كله في الاخر بيصب في التكلفة الى حد كبير، بس بتبعاتها. خد بالك تبعاتها اللي ممكن، السمعة دي تكلفة، انك ما تاخدش شغل تاني من الراجل ده تكلفة. آه، ايه تاني؟ زميل يسر محمد بيقول لي لو ينفع توفر مثال تطبيقي فعلي بالارقام والاجراءات بالتفصيل. يعني احاول، لو انت عندك كيس هاتها بقى من قلب الموقع وممكن نناقشها كلنا، ما عنديش اي مشكلة خالص. وده هيبقى اوقع غير ان انا امسك احط لك مثال افتراضي يعني.
مهندس عبده امين بيقول لي ازاي اعرف اضغط اذا كان في تاخير في التوريدات وتاخير في الصرف وضغط من المالك وخطابات تاخير من الاستشاري. هي ببساطه شديده جدا، اول بند قلنا في العوامل المؤثره ايه؟ توفر الموارد. اولها اول سطر فيها ايه؟ فلوس. خلينا اجيبها لكم. الموارد اول سطر فيها الماليه. يعني طبيعه الشغلانه، هي الشغلانه عايزه صرف فلوس، فمش هتعرف طالما ما فيش موارد. قلنا لو ما فيش موارد يبقى هذا البند ما ينفعش. طب عايز تضغط المشروع كله وما فيش موارد، يبقى مش هتعرف تضغط. افتكر المثال بتاع الحفار. انا في البلد اللي انا فيها حفار واحد، والموقع امكانياته ان انا اجيب واحد تاني، بس هو ما فيش، فخلاص مش هعرف. مهندس عبده. في مهندس احمد حسن بيقول لي لو المقاول تعدى نسبة الخطورة في العقد 85%، هل يتم استبعاد المقاول؟ حسب القانون والعقد. لكن هو اتعدى 85% ووقف خالص، اعماله كلها انت مش عارف تستغلها، مش عارف يعني مش قادر حتى يسلمك ال 85%، والباقي تبقى ملاحظات. نقول ايه اللي بتسمى الملاحظات؟ لا تعيق استفادة المالك من المقاول، ما ينفعش. السلام عليكم يا باشمهندس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتشرف بيك بقى، مش هنقدر نقول لك يا يوزر كده. ماشي، هو بس الاسم اللي على الكمبيوتر المهندس حمدي ابو زيد 2002 عين شمس. اهلا بيك يا باشمهندس، تخصص ايه؟ مدني. اهلا بيك، اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك. مثال بس بقول لحضرتك، يعني لو مثلا كيس مثلا مدير مشروع وماشي ماشي، يعني في مشروع مثلا ماسكه ولا حاجه، وشركة مثلا مواردها يعني مش مكفية مثلا، أو يعني ما بتوفرش الموارد الكافية للمشروع، والأطقم الفنية مثلا مش بالكفاءة المطلوبة مثلا، عددها أو مثلا الخبرات بتاعتها مش متوافقة مثلا مع ظروف المشروع مثلا وإمكانياته وكده. مم. الحل ده طبعا كده كده هيؤدي طبعا لتأخير في المشروع يعني. تمام. فايه اللي في الكيس دي مثلا ممكن كمدير مشروع يقدر يعمله؟ لانه خلاص هيبتدي بالتاكيد ايه نقص الموارد ده هيدخله في تاخير مشروع. طبعا كفاءه الناس برضو اللي موجوده دي بتدخله برضو في تاخير اعمال برضو استلاماتها وحاجات زي كده. فنصيحه حضرتك ايه اللي ممكن مثلا يبقى يعني حل مثلا، او يعني مقترح في في حاله زي كده؟ خلينا في الاول اقول لك او نناقش ايه هو دور مدير المشروع. هل مدير المشروع مسؤول عن التوريد المالي مثلا، ان الشركة يكون ليها فلوس فتبتدي تجيب موارد او تجيب ماتيريال او تتعاقد مع مقاولين؟ في الاساس لا، في خطة مالية المفروض تتعمل، بس انت ليك دور كمدير مشروع في جزء. لو انت عندك كاش فلو وعندك الامكانيات، لازم تطلع نسبة المستخلصات بتاعتك طالما عندك امكانيات. يعني لما بتتعمل اي ميزانية لاي عقد او لاي مشروع، بقول انا بستارت برقم قد كده، بشتغل بيه لغايه ما اطلع اول مستخلص، بيتصرف لي، ببتدي اخد فلوس المستخلص اشغلها تاني. لو حضرتك توفرت لك الامكانات وما قدرتش تعمل دورك في الكاش فلو، هتلام بشكل كبير ويبقى في جزء عندك كبير. لكن هو الاساس ما توفرش، الاساس ما توفرش، فانت مالكش دور. ليك دور تاني في تشغيل الموارد اللي تحت ايدك بكفاءة. ما تقعدش تعمل حاجات غلط وتتكسر فتتأخر وتكلف. خلاص، المعدلات بتاعت العمل مع الأطقم بتاعتك مع الفنيين بتوعك مع عمالتك مع لازم تبقى على أعلى درجة وأعلى تقدير. ده دورك. لكن أنت عايز حديد وما جاش الحديد، هتعمل إيه؟ هتصب السقف من غير حديد؟ مش هينفع. لكن دورك لو الستارت كان صح معاك او كان ليك دور في متابعة المستخلصات او في حجم العمل اللي ينزل عشان يقدر يضخ تاني فلوس في المشروع. اوكي.
كده واضحة ولا ليك استفسار؟ لا تمام، ماشي. ما هو يعني هو الصوت بيقطع شوية، في مش الاول عارف. وفي الاخر لو ما توفرتش الكشف حضرتك ما توفرتش يعني، وطبقا للكشف مثلا بتاع الموارد، لو هي ما توفرتش في الاول فخلاص هو اكيد هينتج عنه تاخير. يعني زي ما قلت لحضرتك ان هو في الاول خالص اهم حاجه توفر الموارد نفسها. اه هي دي تعتبر بدايه وانت ليك التجربه، ما دور. حصلش فيها يعني. وانت ليك دور ومهم جدا ومهم جدا، على ان الموارد اللي انت معاك دي تقدر تطلع منها الفلوس اللي تخطط ليها للموارد دي. انت عندك حديد وعندك خرسانة تمام. ومطلوب منك تصب السقف في شهر. حضرتك عمال تتلخبط بقى ما بين لوح، ما بين شغل غلط، ما بين تصلح، ما بين قطعت حديد غلط، ما بين بقالك 3 اشهر ومش عارف تصب ده عشان تاخد فلوسه عشان ترجع تضخها تاني. الموضوع بتاع انا كنت عملت استطلاع رأي بين حضراتكم على الجروبات كلها، ان احنا نختار الموضوعين او اللقاءين بتوع كل شهر، ان احنا نفتح موضوع زي الموضوع كده اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده، ونخلي اللقاء التاني بعد اسبوع يبقى للنقاش، بحيث وانت جاي النهارده انت مش متوقع قوي تسمع مني ايه. فلما نفتح الموضوع ونتكلم فيه ونتناقش تقدر تراجعه تاني في ذهنك، او تشوف الفيديو تاني، او تلاقي بقى امثله حيه من شغلك في الموقع يطابق الحالة اللي احنا اتكلمنا فيها دي، فنبتدي نحضر تاني نشوف الأمثلة دي نناقشها كلنا. لو في أسئلة أو استفسارات من الزملاء نناقشها تاني، يعني بمعنى أصح نسمن موضوع المحاضرة. الأمانة أنا مش عارف حتى الحاجة جاهزة عندي، ثواني كده أشيرها لكم. خليني برضو بشوف الشات. الإجراءات الصحيحة والقانونية لاستبعاد مقاول. أول حاجة فيها العقد. أنت كاتب إيه في العقد في حالة الاستبعاد؟ فطبعا العقود، كل عقد، العقد شريعة المتعاقدين، بس لازم ترجع للعقد. ده المهندس أدهم: سامح إذا كان لدي عدة أنشطة على الكريتيكال باص، كيف أختار النشاط الذي يضغط بزيادة الموارد، وما العامل الأكثر تحديدا في هذا القرار؟ ترتيب العمل السيكونس أم التكلفة؟ هو الاثنين بيأثروا على بعض، بس خليني أرجع أشير لكم الموضوع تاني ونرجع للجدول. المهندس سامح، ثانية واحدة. شايف الجدول ده؟ أنا ابتديت فيه حاجات حاسمة. توافر الموارد، لو ما فيش توافر موارد انتهت. لو ما فيش منطقية في التنفيذ انتهت. يبقى أنا بشتغل على البنود اللي فيها منطقية، تكلفتها، وترتيب أولوياتها، إيه القريب وإيه البعيد، والمدة الكبيرة والمدة الصغيرة. بعد ما بشوف المدة اللي أقدر أضغطها قد إيه، ببتدي أحط التكلفة بتاعت المدة اللي أنا أضغطها قد إيه. بعد ما بحط التكلفة بشتغل طبيعي على مقارنة سريعة. انت حطيت ايدك على الحاجتين الرئيسيين: الحاجة البدري والحاجة اللي تكلفتها اقل، ولكن تو ليميت. عشان كده انا قلت 3 اشهر. لو حاجة تكلفتها كبيرة قوي وهي اول بند اضغطه، لا مش هضغطه، اخد التانية او التالتة، بس ما اجريش اكتر من شهرين 3. ده رأيي وخبرتي، بس لكل موقف بتختلف. يعني كل موقف ليه ظروفه، وعشان تقدر تاخد عليها قرار سليم. اتمنى اكون جاوبتك. مهندس رضا: في نسب محددة وحدود لزيادة تكلفة البند المراد ضغطه؟ لا. انت بتحط الرقم. انت في الاخر لما بتضغط بتدفع فلوس زيادة، فقلل دي على قد ما تقدر وحطها بتبعاتها. لما بتسهر ناس انت كده بتضغط على مورد الوقت انك تعمل وردية تانية، فانت عندك تبعات كتير لدي. عربيات بتجيب وتودي ناس، سهرات، وجبات، اوفر تايم للاستشاريين وليك انت شخصيا للصف بتاعك، وات ايفر يعني. كل الشكر والتحيه لحضوركم، وسعيد جدا دايما بسعد بلقائاتكم الشهريه، واتمنى والله ان انا اقدر اعملها كل اسبوع، بس ما بين وقت وما بين ان انا ابقى محضر حاجه، يعني ايه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بشكركم مره تانية وبسعد دايما بلقائكم.
واحب دايما تبقوا انجيجمنت، بس مع احترامي مش صح انك تتفرج بس. لازم تدخل الملعب وتلعب، لازم تسأل، لازم تستفسر، لازم تعلق، سواء على الجروبس، على الفيسبوك، على اليوتيوب، على الواتساب، whatever. كل حاجتنا انا دايما بعيد نشرها تاني على الجروب، لان انا بسعد بوجودكم معايا في توضيح امور كتيرة جدا نقدر نساعد بيها زمايلنا، مش بس نساعد بيها نفسنا. كل الشكر، وإن شاء الله نشوفكم في فبراير. هحدد الميعادين بتوع اللقاءين وهبعتها لكم على الجروب. شكرا، سعدت بيكم جدا جدا جدا. السلام عليكم.